وأوهق الأقلام انصروا لخير الأنام ولكن حجني إلى تدوين ما حفظته من شيعة أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقي ما يكون بالقول منصورا على مر الأيام والشهور والسنين ذلك الكبير الحضرة الكريمة والعيد تسوق إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله يرضى بالمتكلم والسامع ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بأوليائك النعيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك على وعزتنا في ذرة المكنونة والجوع الموزونة والكون كل نسل ويمشي في سرور وابجاد بقرب دور إسراك هذا الصراط والعيون متشوقة إلى الوجه متشوقة إلى قراد جوامع الفؤاد وكل دابة من غيث ملقت تفسير العبارة راغبا بجمال البشارة وما من عمل حملت في ذلك العام إلا تكريما لأهل فلان من بركات وسعادة هذا الإمام وعليه النور فلنقضي بالغفور والنور فسر الله في وجود باكر التكريم ومتفق على الكبير ما التشريع وتعظيم في بروج هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حين قرب أول وضع هذا الحبيب أعلى السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وانظر الجود الإلهي على أهل الوجود تأتيك والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور يبرزه صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور
حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابه المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود. حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من أشرار القسم والعافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال النور عن عمود ورز الحال بالمحمود ودعينا التعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. النبي سلام Oh,
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين ولما نظم الفكر من قرارنا وصاف محمدية وهدى يدعو إلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجه الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعرضا توجه إليه بأشرف الوسائل لديك